نائل العيناوي. ولكم تكونوا متفقين معايا بلي هذا السيد هو جندي الخفاء والرئه الثانيه اللي كيتنفس بها المنتخب في هذا الكان. غاية الأهمية يا نائل العيناوي، يتقدم نائل يسجل. اللاعب اللي تبارك الله كيدير كلشي في التيران. الا احتاجيتيه في التكنيك وتخرج الكره النقيه كتلقاه حاضر، والا احتاجيتيه في الفيزيك واللي تاكل كياكل الكازو مع الخصم، وحتى الا بغيتيه في التاكتيك كتلقاه حاضر معاك. اليوم غتعرفوا قصه الصعود والمسار الصعيب اللي داز منه فالفيردي المغرب نائل العيناوي، وشنو السبب اللي خلاه يسمح في فرنسا واخا ديشون عيا تابعو باغي يلعب معاه. واش بصح تعيط ليه المنتخب غير من حيت الاب ديالو كان لعاب كبير واسطوره في التنس؟ هادشي كامل غنتعرفوا عليه اليوم، فخليكم معايا. C'est incroyable. Vous avez vu l'ambiance en plus ce soir, le scénario il était dingue aussi, donc c'est exceptionnel. Maintenant on va bien profiter ce soir déjà, je pense que c'est important, et on n'aura pas beaucoup de jours avant dimanche, donc on va vite basculer sur ce match. 2 يوليو من عام 2001 غيتزاد نائل بفرنسا وبالضبط في مدينة نانسي، والبدايات ديالو مع الكرة كانت مختلفة تماما على جميع اللعابة اللي فتنا هضرنا عليهم في هذه القناة. لحقاش نائل الخوت حل عينيه وكبر وسط عائلة كتعشق التنس، بحكم ان الاب ديالو هو اسطورة الكرة الصفراء يونس العيناوي، اما الام ديالو ففرنسية. وفي العمر د عامين نائل غيستقر في دولة اخرى وهي اسبانيا، وبالضبط في بلدة قريبة لبرشلونة واللي هي غافا. وهنا في هذه البلاصة نائل غياخد اول خطوة ليه في عالم كرة القدم، وهي عن طريق دخوله للنادي المغمور غافا عام 2005. هاد الفترة اللي غيدوز نائل في كاتالونيا غتخليه يتعلق بزاف بكرة القدم، وهادشي لحقاش كاع الناس اللي كان كيعرفهم تماك وكاع الناس د المنطقة كانوا كيبغيو كيلعبوا غير الكره. وهادشي اللي اكد الاب ديالو، بحيث قال كنا كنسكنوا في برشلونه البلاصه اللي كتنفس كره القدم. داكشي علاش كان طبيعي ان الولد ديالي يهتم بهاد اللعبه وما يهتمش بالتنس. ولاحظت باللي ولدي ما كيملش وما كيعياش من الكره، وكيدوز حتى لي ويكاند وهو كيلعب الكره. المهم نائل الخوت في هاد الوقيته كان كيلعب الكره، ومره كيمشي تريني مع باه التنس، رغم ان الشغف والباسيون ديالو كان باين لكاع افراد العائله واللي هو الكره. المهم في عام 2009 نائل غيرجع مرة أخرى للبلاصة اللي تزاد فيها وهي مدينة نانسي، وهنا فين غياخد أول خطوة فعلية ليه في عالم الاحتراف، وهادشي بدخوله لأكاديمية نادي نانسي، وغيقضي مع هذا الفريق فترة طويلة بزاف من 2009 حتى ل 2023. في هذه الفترة كاملة غيتعلم جميع أساسيات كرة القدم، وتشكلت الشخصية ديالو وبانت الموهبة ديالو مع مختلف الفئات السنية نادي نانسي. وفي 31 يوليوز من عام 2021 نائل غيحصل أخيرا على الفرصة ديالو وغيدخل يلعب في الدقائق الأخرى ضد نادي تولوز. وهنا الخوت من بعد ما تحت ليه الفرصة قدر في أسابيع قليلة أنه يثبت الأحقية ديالو في التواجد في التشكيلة الرسمية ويكون من الدعامات المهمة، وقدر أنه يساهم في 3 الأهداف بالرغم أنه كان كيلعب في أغلب الأحيان كلاعب ارتكاز دفاعي. وفي موسم 2022-2023 قدر يخرج بأرقام أعلى بعد ما سجل 4 الأهداف وصنع 2 ديال البيوت، وخدا كذلك شارة القيادة وهو في سن صغيرة بزاف. المهم هاد المستويات المميزة اللي قدم داك الموسم مع نادي نانسي لفتت ليه انظار العديد من الانديه في الدوري الفرنسي، ومنهم نادي لانس اللي كان داك الموسم احتل المركز الثاني في الدوري، يعني قدروا يتاهلوا لدوري ابطال اوروبا. فداكشي علاش كان خصهم ضروري يعزوا الصفوف ديالهم، واول واحد سيناو معاه هو النجم المغربي نائل العيناوي في صيف 2023 بصفقه كلفات 600 ألف اورو، وسيناو مع عقد لمده 4 سنوات. ومن حسن الصدف ان اول مباراه غيلعبها مع ناديه الجديد لانس كان ضد نفس النادي اللي شارك ضده في اول مباراه احترافيه ليه، نادي تولوز الفرنسي. فدخل في الشوط الثاني وشارك في الهجمه اللي جا منها هدف الفوز للفريق ديالو. نائل الخوت بعد اسابيع قليله غيدوزها مع فريقه الجديد غيفرض راسو في التشكيله الاساسيه، وقدر يلعب كذلك اول مباراه ليه في المسيره ديالو في دوري ابطال اوروبا، الحلم اللي كيتمناه اي لاعب كيلعب الكره. وبالعموم نائل خرج بحصيله محترمه في اول موسم ليه مع نادي لانس، بالرغم ان الفائده الكبيره ديالو كتبان في ارضيه الملعب وماشي بالمساهمات اولا بالارقام التهديفيه. المهم قدر يسجل في ذاك الموسم بيت وصنع 3 البيوت وقدم مستويات رائعه هجوميا ودفاعيا. اما في الموسم اللي فات 2024-2025 فكان هو من اهم العناصر في الفريق، ونقدروا نقولوا باللي وصل للطوب ديالو في الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي، فكان مؤثر بزاف سواء في اللعب او حتى في تسجيله في الصناعه.
بحيث ساهم ب9 الاهداف. وهذا التألق مرة اخرى الخوت ديال العيناوي خلاه في الميركاتو الصيفي هذا العام يكون تحت انظار بزاف الانديه في اوروبا. وفي الاخير قدرت اداره نادي روما العريق انها تشري عقد اللعاب ب 23.5 مليون اورو، وهذا الشراء كان بطلب كبير من المدرب غاسبيريني اللي شاف الخوت البوتنسيال الكبير اللي عند العيناوي واعتبره قطعه اساسيه لاسلوب وفلسفه اللاعب ديالو. وكما عارفين الخوت في فلسفه المدرب غاسبيريني كترتكز بزاف على لاعب خط وسط بدني مع القدره على الزياده العدديه في الامام والمساهمات التهديفيه، وزيد عليها لي شوط من خارج الكاري دي زويد. ونائل الخوت بكل بساطه من طينات هاد اللاعبين وسط ميدان بوكس تو بوكس، كتلقاه حاضر تبارك الله في كل بلاصه في الملعب، كيعاون اللاعب الارتكاز الا كان لاعب حداه وقادر انه يزيد القدام ويقرب من منطقه الجزاء باش يصنع اللعب. وباش دير هادشي كامل كيخصك فعلا تكون قوي بدنيا، اولا كما كتب لي حكيمي في كومونتير خصك يكون عندك 2 ديال الريات. ومع المنتخب المغربي مسيرة العيناوي غتبدا رسميا في شتنبر اللي فات، بحيث غيتواجد في قائمة وليد لأول مرة، وهادشي بعد ما كان تواصل معاه وأكد ليه بلي هو من ديما كيحس براسو مغربي ومستعد في أي لحظة تعيط ليه أنه يمثل المنتخب المغربي. بالرغم أنه الخوت في هاد الوقيته منتخب فرنسا وبالضبط مدربو ديشون أكد بلي هو باغي العيناوي في الميليو د فرنسا، ولكن العيناوي سد كاع هاد البيبان على فرنسا وحضر معسكر المنتخب المغربي ولعب أول مباراة نهار 5 شتنبر ضد منتخب النيجر. Pour moi, d'avoir connu son père joueur de tennis qui a marqué l'histoire d'un sport au Maroc, voir son fils porter les couleurs de l'équipe nationale, moi en tant qu'entraîneur, ça me et surtout que c'est mérité. Donc voilà, je suis très content qu'il nous rejoigne et voilà, c'est pas une question de doute, c'est une question de timing. توقيت. وكيف حط رجليه في التيران في اول ماتش ليه مع المنتخب بين باللي هو جوهر ربح الفريق الوطني، لعاب رقيقي ديال بصح، كيعرف يخرج الكره، قوي في الالتحامات، كيعرف يتمركز، وزاد بان هادشي كامل كتر وكتر في الماتشات الاخيره في كاس افريقيا، خاصه بعد ما مبقاش كيلعب جنبو امرابط ولا هو رقم 6 المنتخب. هنا شفنا نسخه وليفل اخر للعيناوي اللي كيتعتبر حاليا الرئه الثانيه المنتخب. وانا الخوت كنشوف بلي هو لعاب وورد كلاس، يعني باقي غنحتاجوه وغيعاوننا اكثر واكثر في المونديال. لعاب اللي كتحس بيه مرتاح، وحتى في التصريحات ديالو كيهضر وهو مرتاح، يعني واخا ياخذ كاع كاس افريقيا غتجيه نورمال، بحيث هو باينه بلي العقليه ديالو واخدها من الاب ديالو، يعني هو باغي يدي كاس العالم. المهم الخوت كانت هذه نضرب سيط على اللاعب نائل العيناوي، وما كرهتش الصراحه كون نهضر على اللعابه كاملين في فيديو واحد وعلى القتاليه اللي بينوا في الماتشات الاخيره، لا مزراوي ولا بونو ولا الخنوس اللي بين لكل شيء باللي هو لعاب خاطر وتعول عليه، ماشي غير موهبه صاعده كما كنا كنتخيلوه، اولا حتى بونو اللي ديما هزنا الفوق فوق ما احتاجيناه، اولا ايغامان اللي واخا ضيع داك البيلانتي. غنقول لك كمل اخويا راك لعاب كبير وباقي غتعوضنا ببيوت عالميين اخرين ان شاء الله. اما حكيمي اللي يلاه راجع من اصابه ولعب معاك 120 دقيقه بنفس الريتم، اولا حتى دياز لي البارح بالدموع كيقول غير مع راسو باللي اختيار المغرب هو احسن حاجه درت في حياتي. هاد جوج الخوت ما لقيت ما نقول في حقهم. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنهضروا فيه على حوايج اخرين. تهلاو. T'es un patron au milieu de terrain, Jawad, est-ce que tu peux lui dire ce que tu m'as dit pendant le match sur lui? Ben, ça a été clair, hein. Je pense que c'est la révélation du milieu de terrain de cette Coupe d'Afrique. Hein. Dans cette Coupe d'Afrique, pour aller au bout, on avait besoin d'un Bonou qui lui va apporter toute son expérience. Et voilà, un joueur comme Naïl qui est en train de montrer tout son talent au peuple marocain. Donc ça fait plaisir. Et tu m'as dit que t'étais trop fort, hein, j'abrège un peu. Oui, voilà, il le sait. Hein. Ah bah, c'est un honneur en tout cas venant de votre part.